الجواز هو رزق من ربنا زيه زي الفلوس زي الصحة زي حاجات كتير، ومفيش حاجة في الكون هتحصل إلا بإذن ربنا، لازم ربنا يشاء الأول. ولكن من ضمن المشيئة اللي ربنا شاء بيها إن البشر يبقى عندهم حرية اختيار. حتى ربنا بيقول لنا في القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي عايز يستقيم يستقيم، اللي مش عايز براحته، انت عندك حرية الاختيار. ولكن ربنا راح مفكرنا في الآية اللي بعدها: إننا اللي أذنت لك بكده وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا اللي أذنت إن أنت يبقى عندك حرية اختيار، ما كانتش هتبقى متوفرة عندك إلا لو أنا أذنت بيها الأول. وعلى أساس هذا أنت هتتحاسب على اختياراتك، اخترت دي ليه؟ وليه ما صليتش؟ وليه شتمت فلان؟ والملائكة ربنا ما أذنش إن هم يبقى عندهم حرية الاختيار اللي عندك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فاق السرعة على طول، مش مسمح لهم إن هم يختاروا. ولكن في تكملة الآية ربنا قال لنا: إلا إبليس. طب ربنا عللها بإيه؟ إلا إبليس كان من الجن. إبليس كان من الجن، ما كانش من الملائكة، وعنده حرية الاختيار واختار إن هو يكسر الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن ربنا أذن لهم بحرية الاختيار اللي أذن لك بيها وهم في امتحان واختبار زيك بالظبط. فأنت مخير وعندك حرية الاختيار من يوم ما اتولدت لحد ما هتموت. لأن لو أنت مسير كده أنت بتقول إن ربنا ظلم إبليس، وربنا ما ظلمش حد. كل الحكاية إن إبليس عنده حرية الاختيار، الجن والإنس عندهم حرية الاختيار، وهو اللي اختار كده، وعلى أساس هذا كانت النتيجة دي. حتى ربنا قال لنا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعمل اللي انت عايزه، عايز تؤمن تؤمن، مش عايز تؤمن ما تؤمنش، براحتك. ولو كنت زي الملائكة مسير مش هتتحاسب. انما لا، انت مخير، وفي ملائكة بتسجل كل اللي انت بتعمله وكل اللي انت بتختاره، وهتيجي عند ربنا يوم القيامة ويقولك انت اخترت صح ولا اخترت غلط. فهل الجواز اسم ونصيب ولا اختيار؟ طب هنسأل سؤال تاني الأول: هل الجواز رزق؟ لو رزق يبقى ممكن تتحرم منه بسبب ذنب انت اخترت انك تعمله، وممكن يجيلك بسبب استغفار وعمل صالح انت اخترت انك تعمله برضه. وسبحان الله ربنا منزل لنا الكتالوج وقال لنا نختار ايه عشان نلاقي السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللي هيختار يمين ربنا هيهيأ له أسباب معينة، واللي هيختار شمال هيتهيأ له أسباب تانية خالص. وأنا هنا بتكلم عن المسلم اللي ربنا بيحبه، لأن الكافر بربنا والمسلم العاصي الأشبه بالكافر ربنا بيعاملهم معاملة خاصة، بيديهم كل حاجة في الدنيا عشان يزودوا في الكبائر والذنوب، ويوم القيامة يبقى حسابهم عسير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاحنا ملناش دعوة بدول دلوقتي. فإذا الأسباب بتتهيأ لك على حسب اختياراتك وعلى حسب تقوتك، وانت اللي بتختار تتقي ولا لأ. انت هنا بينطبق عليك معاملة العبد اللي ربنا بيحبه، ويا بخته اللي ربنا بيحبه. ربنا بيساعده ان هو يدخل الجنة، وبيساعده يختار صح. وان اختار صح ومشي على الخطوات اللي ربنا قال له عليها، ربنا هيمتعه في الدنيا قبل الآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هيهيأ لك أسباب المتاع الحسن والحياة الكريمة في الدنيا قبل الآخرة. وامشي بس على الطريق الصح اللي ربنا قال لك عليه، وما تشغلش دماغك هتيجي ازاي وهتتحل ازاي، مش بتاعتك. زوجة سيدنا موسى عملت ايه عشان ربنا يبعت لها كليم الله؟ وهي ولا مرتبة اي حاجة، كل اللي عملته ان هي مشيت على الطريق اللي ربنا قال لها عليه. جاب لها الرزق من حيث لا تحتسب، وجاب لها العريس لحد عندها. سيدنا موسى هربان من فرعون وقال فرعون، وقاعد تحت ظل شجرة في صحراء مدين وقدامه بير، ولقى في زحمة كتير رجالة بتملى المايه، ولقى بنتين واقفين لوحدهم، فقام ساعدهم ورجع تاني تحت ظل الشجرة، وراح داعي بالدعوة دي: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فربنا استجاب له وهيأ له الأسباب، وألقى في قلب أبو البنتين يقول لهم: قولوا لموسى تعالوا أنا عايز أشكرك على الجميل اللي أنت عامله، عايز أرد لك الجميل. وراح قايل له: أنا عايز أجوزك واحدة من بناتي. طبعا ربنا استجاب لسيدنا موسى وهيأ له الأسباب. ولكن البنت دي عملت ايه عشان ربنا يبعت لها مش زوج صالح؟ ده بعت لها رسول الله. مش بس رسول الله، ده من عزم الرسل، بل ده كليم الله جابه لها لحد عندها، ولا مرتبه اي حاجه، اول مره تشوفه. فالدعاء هو اقوى سبب، والدعاء يغير القدر، لان انت فيه بتلجأ لمسبب الاسباب، بتطلب منه يهيئ لك سبب. ولكن قبل ما تدعي خد بالك من حاجه: انت كده كده الدعاء استجيب، ولكن هيقضى امتى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا عشان يجي لك الجواز، وعشان يجي لك الرزق، وعشان يجي لك الفلوس، وعشان يجي لك المتاع الحسن في الدنيا استغفر مش ادعي؟ معنى كده ان الذنوب هي السد اللي منع الرزق ومعطله، ومنع حتى قضاء دعوتك. والذنوب بتنقسم لقسمين: صغائر وكبائر. الصغائر بالاستغفار تتمسح، وبالصلوات الخمس، ومن الجمعة للجمعة، ومن رمضان لرمضان بتتمسح زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا. ولكن الكبائر لا، الكبائر لازم توبة، لازم توقفها، ولو ليها كفارة تعملها. بل ربنا اشترط كمان ان انت تعمل عملا صالحا، انك تختار بقى الاختيار الصحيح. ومفيش حد هيستغفر ويتوب ويعمل صالحا الا وربنا هيفرجها عليه فرج يتعجب منه، لان ده وعد ربنا وكلامه.
فهل الجواز اسمه نصيب ولا اختيار؟ ربنا قال لنا في القرآن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. يعني يا رب انت مش كاتب عليا ومقدر ان انا اتجوزها؟ لا، ده انا بقولك اوعى تتجوز مشركة واتجوز مؤمنة. يبقى انا مقدرها عليك ازاي وكاتبها عليك ازاي؟ ولو ما كانش اختيار ما كانش ربنا شرع الطلاق. بالرغم من انه اختيار مش متوفر للجميع ان هو يتجوز. حتى ربنا قال لنا في القرآن: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ربنا بيقول اللي ما عندوش مقدرة مالية ان هو يتجوز يستعفف لحد ما ربنا يغنيه. طب ربنا هيغنيني امتى؟ شوف انت هتتقي امتى وهتحقق الشروط امتى. الخزائن عند ربنا ما بتخلصش، ما بتفضاش. فاذا سيبك من ان هو اسمه نصيب ولا اختيار، هو رزق يأتيك بالتقوى وتحرمه بالذنب، زيه زي الفلوس بالظبط. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. والمصدر الوحيد عند ربنا، ومفيش رزق هيروح لمخلوق إلا لما ربنا يأذن له إن هو يروح له. والله لو خد بأسباب الدنيا كلها لازم ربنا يأذن الأول. عشان ربنا يديك حاجة من خزنته نفذ كلامه واستجب لدعوته. وربنا قال لنا على الطريق عشان يبسط لك الرزق بإن أنت تستغفر وتتوب من الكبائر وتتقي. هتلاقي الرزق بيجري وراك، وهتلاقي الأسباب بدأت تتهيأ لك عشان الرزق ده يجي لك. زي ما تهيأت الأسباب لسيدنا موسى، ما كانش معاه أي حاجة، ربنا جاب له زوجة وجاب له بيت وجاب له شغل ونجاه من فرعون وآل فرعون. زي ما تهيأت الأسباب لزوجة سيدنا موسى، ما كانتش مرتبة أي حاجة. فلو المشكلة في الرزق فهي بإيد ربنا. فاعمل ما يرضي الله يعطيك ما يرضيك وفوق ما يرضيك. وهتلاقي دايما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشجع على الجواز عشان تتقي الفتن وتتقي الحرام. وربنا بيقول لنا في القرآن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ده توجيه إلهي بيقولك اختار اللي شبهك. الناس افتكرتها قاعدة وقالت لك طالما أنا مؤمن يبقى ربنا مقدر لي واحدة مؤمنة إن أنا أتجوزها. لأ، لأن مرات سيدنا لوط كانت كافرة، وزوجة فرعون كانت مؤمنة، وكانت دايما بتعاني وبتشتكي من زوجها اللي هو فرعون. فهي مش قاعدة، ربنا بيقولك اختار اللي شبهك عشان ما تعانيش. طيب والكل بنت اتأخر عليها الجواز؟ انت فاكرة ان ربنا اللي خلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض وخلق كل حاجة وخلقنا سبحانه على كل شيء قدير مش قادر يحل لك مشكلتك الصغيرة دي؟ إنه علي هين. عند ربنا كل حاجة سهلة أوي، عندك أنت مستحيل، عنده سهلة أوي. يلقي لك في قلب حد روح اتجوزها ويهيأ لك أسباب ما تخطرش على بالك. هتلاقي كل حاجة بتحصل بترتيبات ربنا، زي ما حصل لزوجة سيدنا موسى، ولا تعرف أي حاجة ولا جبني. أنت شايف إن ربنا مش قادر يسبب لك سبب؟ المشكلة إن الشيطان بيحاول يستحوذ على فكر الإنسان ويخوفه. فاوعي تسلمي للشيطان، وربنا سبحانه وتعالى منزل لنا الكتالوج فيه كل حاجة. هوفر عليكي كلام كتير في كام حاجة المفروض يتعملوا. أول حاجة تعتقد اعتقاد تام إن ربنا قادر يحلها. لازم الظن ده يبقى موجود، لأن أنا عند ظن عبدي بي. طب ودي أعملها إزاي؟ تخيلي قدرة ربنا عاملة إزاي. ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض اللي عيننا مش جايبه لهم آخر، الكرسي أوسع وأكبر منهم. وفي تفسير بيقول إن الكرسي هو موضع القدم، إحنا مش موجودين. الجبال دي اتعملت ازاي؟ البحر اتعمل ازاي؟ السماوات والارض، انا اتخلقت ازاي؟ ازاي ربنا خلق لي عقل؟ ازاي ربنا خلق لي قلب؟ دايما تتفكر في قدرة ربنا. تاني حاجة تلزمي الاستغفار زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، وتلزمي هنا طول اليوم وما توقفيش الا لما الفرج يجي، هتلاقيه جايلك زحف. مش بس الجواز، ده كل حاجة. تالت حاجة تعرضي لرحمات ربنا. ربنا بيتنزل يوميا في الثلث الاخير من الليل، بيقول: هل من سائل فاعطيه. يبقى الوقت ده ما فيهوش نوم. وعلى حسب انت عايزه الموضوع ده فعلا ولا مش مهم ورانا حاجه تانية اهم. لو عايزين الموضوع فعلا لا، يبقى مفيش نوم في الوقت ده ونتعرض لرحمات ربنا. ينظر لك بس نظره رحمه. مين اللي سايبه كل حاجه وقايمه تصلي او قايمه تدعي؟ هيديك كل حاجه. رابع حاجه اعملي خير ولو حاجه بسيطه قوي، ولو بابتسامه، ولو بكلمه طيبه، ولو بتساعدي والدتك في حاجه. هي حاجه سهله بس اعملها لله. انا بعمل كده عشان ربنا يرضى عليا. واخر حاجه واهمهم، راجع الكبائر اللي تكوني واقعه في واحده منهم، ممكن هي دي اللي معطله لك الدنيا كلها. وهل تفتكروا ان حد بيتعرض لرحمات ربنا وبيعمل اي عمل يخلي ربنا يرضى عليه وبيستغفر وبيتوب بيلجأ لله اللي خلقه اللي قادر على كل حاجة، هل مش هيكبر بخاطره؟ ده بل هيعطيه فوق ما يعطي السائلين، بل هيديك فوق اللي انت عايزه كمان. نظر لك بس في واحدة منهم نظرة رحمة، مش هتشوف شقاء طول حياتك. ولو جينا نبص للموضوع من منظور تاني، ربنا أخر عنك حاجة عشان تلجأ لله وتتقي، فينظر لك نظرة رحمة فيجعلك من أهل الجنة ويديك الدنيا كمان. فأحسنوا الظن بالله، وخلي دايما في اعتقادك ان ربنا ما عندوش مستحيل. الحكاية كلها انت هتتقي امتى.